والله رأيي الساعة مع الأسف نسينا المهم اللي هو الأداء متاع المنتخب المصري. نسينا أنه المنتخب المصري لمدة تقريبا 79 دقيقة كان أداء بطولي وقف بطل العالم. نسينا نحكيه على مصطفى شوبير والأداء الرائع متاعه. نسينا نحكيه على الأهداف الرائعة، 3 أهداف اللي سجلها المنتخب المصري بطريقة تدرس. مع الأسف نسينا هذا الكل وقعدنا في هل أنه الحكم أثر وما أثرش. خليني أقول لك 79 دقيقة من الإبهار ثم انهيار المنتخب المصري. بقى انهيار عنده أسبابه، من بين الأسباب معناها جمال عنده وجهة نظر، نادر عنده وجهة نظر، ولو وجهة النظر الهدف الثالث حقه شافوا الهدف الثالث حسب من المقابلة. اعطيني حقي، اعطيني حقي، وما تلوش عليا الاخطاء متاعي. تلوج على الاخطاء متاعي، انا 79 دقيقة ما عملت حتى خطأ، من بعد انهيار مني، اخطاء ما دخلتش كذا، ميسي مشى على اليمين، اعطيني حقي. شو ما نلومش على الارجنتين 79 دقيقة خارج الموضوع. كي تعطيني حقي نحكي معاك. انا يا سيدي انهيار وتعبت وما شديتش، ولكن اعطيني حقي. تقول لي الان ما هي الاخطاء التحكيمية؟ عديدة الاخطاء التحكيمية. اولا ساعة انا تبعت ما قبل المقابلة ب3 ايام، كل الصحافة الارجنتينية، كل الصحافة على الحكم. علاش حطيتوا لنا حكم فرنسي؟ وارجع لجريدة ليكيب والجرايد الاخرى، معناها حطوا الحكم الفرنسي تحت الضغط قبل المقابلة. شوف وجه انفونتينو كي يسجل المنتخب المغربي، اتقلق. ثم بعد ربما نرجعوا له، اتقلق. شبيك تمس في بطل العالم؟ مش تخرج لنا ميسي؟ مش تبقى فيها كأس العالم؟ بقى فيها مصر؟ لا، مصر ما تجيبش. اللي يلعب كوره ونادر لعب كوره. فما اخطاء وسط الميدان، منهم كوره خذاها محمد صلاح وقتها النتيجه 2-0 واخذاها للاخر، كان يقدر يخليها تمشي وبعدين يرجع للفار. لا مش فار، مش هذه مش فار. خذاها محمد صلاح من الاخر مدافع مصري وكان انفراد وعيط له قال مخالفه. ما فماش مخالفه. هذا السؤال موجه لكم الثلاثه. لكن هذه حاله ما يقدرش يوقفها الفار. لا ما يقدرش يوقفها. سامحني نادر، انا كحكم لا انا كحكم الحاله هذه نخليها تمشي زي ما نشيدوا بيهم، زي ما نشيدوا بيهم في الحالات. كلنا ندعو في الاستوديو هذا الحكام تميزوا هذا المونديال بترك الاسبقيه. تمام. خلي محمد صلاح يمشي يسجلها، يضيعها، يدبر راسه، وبعدين ارجع للفار. انت صحيح. كان هو ارتكب خطا، خليني اكمل. لكن انت هيك سبقت سوء النيه كحكم. خليني اكمل. انا وقت اللي واحد لاعب كوره ويفهم كوره شويه، مش حكايه ضربه جزاء وفار وهو حط ساق اكثر من هكا. فمخالفات وسط الميدان تاثر على المقابله وتاثر. المنتخب الارجنتيني من ال5 دقائق الاولى هو ماشي الحكم، ارجع للمقابله وتفرج. اي مخالفه يزفرها الناس الكل يمشيوا للحكم. اثروا عليه وسائل الاعلام قبل المقابله، اثرت عليه. الراي العام الكل يحبوا الارجنتين ويحبوا ميسي. مسكين ميسي، شكون يمس ميسي؟ شكون ما يحبش ميسي؟ وبالتالي يقول لك سامحني، الهدف الثاني بتاع المنتخب المصري اللي وقع الغاؤه يتقرى، العمليه تتقرى، تدرس. كمل ومشى الكوره بحذ الركنيه. في الكره الانجليزيه يستحيل يتزفر مخالفه. كان تعرف كوره في الكوره يستحيل، ولا الفار يعيط له. معناها كيف اللي انا قمت الصباح سجلت هدف، عيط لي الفار قال لي اجا شكريت البارح في الليل خلينا نشوفوك. ترى شكريت البارح في الليل عندك حاجه مش عادي. معناها كرة تعديت دقيقة ونص الى اخره، تقول لي انت والله هيك ظاهره مخالفه. اي هذاك من سلطه الحكم وانه راها ماهيش مخالفه. وبالتالي والعمليه روعه. الهدف هذاك اي انسان يتفرج في مقابله وحتى يبدا محايد يتفرج الهدف هذاك